بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في إطار الدروس التي ينظمها المجلس العلمي المحلي للرباط عن بعد، وبتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لجهة الرباط سر القنيطرة، أتشرف إلقاء هذا الموضوع المهم وهذا الحدث التاريخي الجليل بعنوان المسيرة الخضراء المظفرة، محطة مشرقة في تاريخ المغرب الحديث. ففي اليوم السادس من شهر نوفمبر من كل سنة يخيد الشعب المغربي قاطبة بفخر واعتزاز ذكرى عظيمة غالية، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. هذا الحدث التاريخي الذي عم صيته الأرجاء وترجم عمليا إرادة ملك وشعبه، فبلدنا الحبيب كغيره من بلدان العالم له أعياده وذكرياته الدينية التي يحتفل بها ويقف عندها ليستخلص منها العبر والدروس والمواعظ البليغة، ويكشف عن مرامها وأسبابها، ويقف وقفة تأمل وتدبر وتفكر ليتعرف أبناؤه على هذا الحدث التاريخي والوطني الجليل، وعلى تاريخهم العظيم ونضالهم وتضحياتهم بالغالي والنفيس في سبيل وحدة وطنهم وكيانه واستقلاله ورقيه وازدهاره. وإننا في هذه الأيام نعيش ذكرى من الذكريات المجيدة المهمة في تاريخنا، ذكرى غيرت مجرى التاريخ المغربي المعاصر، إنها ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة. ففي اليوم 16 من أكتوبر سنة 75 و900 وألف أعلن جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه وخلد في الدارين ذكراه عن تنظيم أكبر مسيرة سلمية في التاريخ، مكنت من تحرير الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمملكة. وقد وضعت هذه المسيرة العظيمة حدا لنحو 75 سنة من الاحتلال المرير لهذه الأقاليم، ومكنت المغرب من تحقيق المرغوب واستكمال الجزء الأكبر من وحدته الترابية. وقد جاءت المسيرة الخضراء حرصا من جلالته رحمه الله على تجنيب المنطقة حربا، حيث اتخذ قراره الحكيم القاضي بتنظيم هذه المسيرة والداعي إلى نبذ كل أشكال العنف واللجوء إلى الحوار البناء الهادف لتسوية النزاعات بين الأطراف. وفي 5 من أكتوبر سنة 75 و900 وألف خاطب الملك الحسن الثاني رحمه الله المغاربة الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا: غدا إن شاء الله ستخترق الحدود، غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء، غدا إن شاء الله ستطؤون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز. وقد بلغ عدد المشاركين المغاربة في المسيرة الخضراء 350 ألف مواطن ومواطنة من جميع مناطق المغرب. وفي الحقيقة لم يكن الأمر صعبا على جلالة الملك رحمه الله لإقناع المواطنين المغاربة بالذهاب إلى الصحراء، فالعلاقة بين العرش والشعب هي علاقة وطيدة متينة تجمعها الحب والاحترام اللذان يتمتع بهما لدى أفراد الشعب، ارتقى بذلك إلى مستوى الواجب الوطني الكبير. ولقد تسلح المتطوعون في هذه المسيرة الجليلة بأعظم سلاح، ألا وهو القرآن الكريم الذي تشبعت به قلوبهم وسمت أرواحهم، ولم يحمل خلالها أي سلاح، تأكيدا على أنها مسيرة سلمية. فعبرت هذه المسيرة حدود الصحراء. وأما إسبانيا فلم تجد بعد توغل المتطوعين المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية إلا الاستسلام والخضوع لإرادة ملك وشعبه. وفي 9 من نوفمبر سنة 75 و900 وألف أعلن جلالته رحمه الله وشمل روحه بالرضوان والنعيم أن المسيرة الخضراء حققت الغرض المقصود والمراد المرجو منها. فمن الدروس البليغة والفوائد النفيسة التي نستخلصها من هذا الحدث الوطني الجليل: أولها أنها مسيرة خضراء سلمية، فهي رمز للسلام وعنوان له، وإشارة إلى أن السلم
سبيل لكل خير وفضل وفلاح. ثانيها، أبانت المسيرة الخضراء على أن هذه الأمة فيها خير كثير وعطاء كبير وعاطفة دينية متأججة وطموح عظيم إلى الوحدة الوطنية الخالصة واستعداد منقطع النظير لخدمة الأمة وقضاياها الكبرى. ثالثها، أنه لا سبيل للاستقلال والتحرر إلا بالوحدة والاتحاد والتلاحم وتضافر الجهود والمعاني السامية للتضحية. رابعها، بينت المسيرة الخضراء طبيعة العلاقة المتينة بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي المناضل من المحبة والتعلق والتفاني والود والتطاوع والأمن والاستقرار وجمع الشمل الذي تفتقر إليه عدد من الشعوب. خامسها، إن من الوفاء لقائد المسيرة الخضراء المظفرة وما قدمه قائد معركة الحرية والاستقلال أبو الوطنية جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه وأعلى في الدارين ذكراه من تضحيات الجسام في سبيل نصرة الدين وتحرير الوطن، وجلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ولآبائنا وأجدادنا الذين بذلوا الغالي والنفيس لرفعة وحرية بلدنا الحبيب، أن نغتنم هذه الفرصة لتجديد الترحم عليهم اعترافا بجميلهم وعظيم إنجازاتهم. ثم تجدر الإشارة إلى الدور الفعال والرائد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في جمع الشمل وتوحيد الكلمة، وبما يبذله جلالته حفظه الله من أعمال جليلة ومساعي حميدة للنهوض بهذا البلد الأمين في مختلف الميادين العلمية والثقافية والدينية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية وغيرها. فاللهم أنزل عليهم سحائب رحمتك ومغفرتك وارزقهم الفردوس الأعلى من جنانك، واجعلهم في مقعد صدق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأله سبحانه أن يجازيهم خير جزاء على ما بذلوه قدموه من جهود وتضحيات في سبيل استقرار وأمن هذا الوطن ورخاء شعبه وعيشه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله سبحانه أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء برحمته ولطفه وقدرته ويكشف الغمة عن الأمة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا، ونجعل خير الكلام ومسك الختام أفضل الصلوات وأزكى السلام على خير الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ما تعاقبت الليالي والأيام عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامداد كلماتك. وانصر اللهم من قلت وأمر عبادك عبدك الخاضع لجلالك وسلطانك جلالة الملك محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا وعاصما ومجيرا، واحفظه في ولي عهده وفي باقي ذريته، واحفظه في كافة أسرته الملكية العلوية الشريفة، واحفظ أبناء المسلمين من كل شر وبلاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.